الأكلة النهاردة عندي هنعمل تصنيع السجق الشرقي اللي احنا بنجيبه من عند الجزار بطريقة سهلة وبسيطة وبتوابل جميلة جدا وحاجة روعة. هنجيب نص كيلو لحمة مفرومة مع فصين توم مع 150 من الجرام من الدهن الأبيض. هننزل بمعلقتين زيت ونص فنجان خل. هننزل بالتوابل ملح وفلفل وبابريكا وشطة وتوم باودر وبصل باودر وبودرة قشر رمان وبودرة الحلبة الحصى. وده سر أسرار السجق الشرقي اللي بيديله الطعم المعروف اللي احنا بنحبه كلنا وبنشتريه من المطاعم او من العربيات بتاعة السجق والكبدة. حلو جدا. هنعمله بالقمع بتاع الكريم شانتيه او بالقمع بتاع الممبار اللي زي اللي انا بشتغل بيه. هنهويه لمدة ليلة كاملة يشمع على كل جنب، مش هيجراله اي حاجة. هنحطه في الفريزر، نبدأ نستخدم منه، نطلعه زي ما انتوا شايفين متماسك وجميل. هنجيب شوية زيت، هننزله في الزيت مع فص ثوم وبصل وفلفل اخضر وفلفل حراق. طعمه روعة ومش هتندموا ان انتوا هتلاقوا سجق مختلف تماما عن اللي بتاكلوه من الشارع. حاجة جميلة جدا. تعمل سندوتشات فينو او عيش بلدي مع جرجير بطحينة روعة جدا. طبعا عارفين احنا بناكل ايه، واللحم ضامنينه وعاملينه في البيت بتوابل مميزة وسهلة.